لما تعرفي الأسرار والتركات البسيطة جدا والمكونات الرخيصة جدا البديلة للمكونات الغالية اللي هتخليلك الفراخ التندوري المشوية في فرن البوتاجاز العادي جوسي وبتلمع كده وغرقانة عصارة ونكهات، هتزعلي قوي على الوقت اللي ضيعتيه أيام ما الفراخ كانت بتنشف منك وتطلع من غير طعم. ولا بقى اما تعرفي المكون السري البديل للزعفران الغالي جدا اللي هدلك عليه عشان تعملي رز بسمتي نثري وبنكهة إدمان، هتزعل أكتر. بس كفايه زعل بقى، لاف حلوه كده زيك وانشري المعلومات الحلوه دي بالشير علشان ما تبقاش اسرار ويعم الخير. يلا بينا. في البدايه اتخلص من العظمه اللي في النص دي لانها مليانه دهون وزفاره. ببتدي اكسر العظم بايدي كده واعمل فتحات في اللحم بعيدا عن الجلد علشان لما اجي اتبل التتبيله تتوغل جوه الانسجه. بحط الفراخ بتاعتي اقل 3-4 ساعات كده في محلول النقع اللي بيقضي تماما على الزفاره وبيملى انسجه الطيور بالعصاره. بنشف الفراخ كويس جدا بعد النقع واروح اجهز احلى واظبط تتبيله تندوري، بس ما تستغربوش المكون اللي هحطه فيها. 3 علب زبادي صغيره، راس توم متوسطه مع جنزبيل يا حبذا لو كان فريش. والتندوري في الطبيعي ما بيتحطلوش ابدا بصل، بس جربيه وادعيلي. اما المكون العجيب بقى وده سر تتبيله التندوري الهندي الاصلي، هو الزبيب المنقوع في ميه مغليه. بيعمل كونتراست مع الليمون والملح ويودي الطعم في حته تانيه. عايزين كمان عصير 4-5 ليمونات كده وتوصي. والتوابل دي معلقه كزبره وزيها كمون، فلفل اسود مطحون مع قرنفل. والبديل بقى العبقري الارخص جدا من الزعفران وهو نكهه الزعفران اللي كلمتكم عنه قبل كده، هتلاقيه في السوبر ماركت جنب الفانيليا، بيدي نكهه الزعفران بالظبط، بس للاسف ما بيديش لون. فهنحط نص معلقه صغيره من لون الزعفران ودي موجوده عند اي عطار. بنضيف الملح بتاعنا بقى ونضرب المكونات دي كويس جدا ونتبل الفراخ من تحت الجلد ونملى الشقوق اللي عملناها بالسكينه كويس جدا، وكل ما سبناها في التتبيله اكتر اكيد كان احسن. وعايزاك تبقي ناصحه وشطوره كده، كل ما تعملي تتبيله تشيلي منها شويه في الفريزر، هتبقى منقذ ليكي في اي يوم مشغوله فيه. التحضير المسبق للتتبيلات ده عبقري يا جماعه في تنظيم الوقت، ما هو مش كل مره هنقعد نلف على مكونات ونغسل خلاطات. تعالي بقى اوريكي تكنيك بسيط جدا في الشوي، بس هيفرق معاكي في حبس العصاره جوه الفراخ وطراوتها بطريقه مش هتصدقيها. وهو انك في بدايه الشوي تخلي الجلد بتاع الفراخ لتحت عشان لما نشغل الشوايه وتكون قريبه قوي كده من الفراخ في البدايه، الجلد يحبس العصاره جوه الفرخه ما ينزلهاش في الصينيه. شوفي لمعه الجلد لما قلبته عامله ازاي. يا رب تكون فكرتي وصلتك. كمان لازم الفراخ تكون قريبة جدا من الشواية في البداية، لأن النار المباشرة دي هي اللي هتحبس العصارة. بعد بقى ما نصدمها بالنار وتاخد اللون من على الوشين، نزليها تحت خالص براحتك تستوي على راحتها. احنا عملنا اللي عايزينه وحبسنا كل السوائل جواها. سر كمان مهم جدا في التسويه والطراوه وهو انك تحطي في ارضيه الصينيه ميه مغليه، منه هتطريلك الفراخ جدا ومنه العصاره بتاعه الفراخ تنزل فيها وما تنزلش على صاج الفرن توسخه وتبهدلك الدنيا دخان. احنا في الاخر خالص نقدر ندخن بفحمه ناخد ريحه الشوي الحلوه، بس ده طبعا مش باستمرار علشان الاستمرار عليه مضر. عايزه اصدمك كمان بان الرز البسمتي الحلو مش محتاج اجراءات كتير وتقطيع بصل وخضار وكلام من ده. انت ببساطه هتحطي شوربه تغلي على النار. عايزاكي دايما لما تسلقي لحمه او طيور تشيلي نص الشوربه في الفريزر، هتنفعك جدا في الاوقات اللي زي دي. بهاري الشوربه بتاعتك ببديل الزعفران العبقري، والمرقه كمكون اختياري. معلقه سمنه بلدي كبيره لزوم الطعم، ومعلقتين زيت زيتون لزوم الفلفله. والبهارات اللي اهمها القرنفل والقرفه واللوم العماني اللي لازم تفتحيه كده عشان ينزل نكهته كويس في الرز. ننزل بقى بالرز المنقوع مسبقا يتشرب، ونبتدي نخفف شويه من بودره الزعفران بشويه ميه صغيرين قوي ونحطهم في اماكن صغيره كده من الرز لو عايزين الرز يطلع معانا ملون بالشكل ده. وصدقيني هتاكلي شويه رز لا دقتي ولا هتدوقي زيهم في اي مطعم بعد كده، سواء نكهه او فلفل. قدمي بقى مع طبق الفراخ والرز الخطير ده سلطة المشويات الشهيرة بتاعتي، وممكن كمان سلطة الزبادي، وبألف ألف هنا. وفي النهاية خالص أنا عايزة أقولك قريت مقولة كده وعجبتني قوي. المقولة دي بتقول: ندوبي الواضحة تعني أنني كنت أقوى ممن حاولوا إيذائي. واعتبريها رسالة.